انتوا عارفين بقى قصة السرايا الصفراء وليه سموها السرايا الصفراء؟ لما اتقتل الخديوي عباس حلمي الأول اللي العباسية اتسمت على اسمه، حكم بعده الخديوي سعيد اللي أمر بالقبض على اللي قتله الخديوي عباس حلمي الأول. وفعلا اتقبض عليهم وحبسوهم في سرايا العباسية، وفضلوا حابسينهم لغاية ما اتجننوا. وبعدين أصدر الخديوي سعيد أوامر إن أي حد مجنون يحبسوه في سرايا العباسية. والسرايا اتملت على الآخر لدرجة إنها ما كانتش مكفية للمرضى الجداد. ولما مسك الخديوي إسماعيل الحكم، أمر نوابه إنهم يبنوا مستشفى كبيرة مكان السرايا علشان تكفي العيانين. وكان لون الطوب اللي اتبنت بيه السرايا أحمر، فسموها السرايا الحمراء. هي مش اسمها برضو السرايا الصفراء، بقت حمراء ازاي؟ استنى بس نكمل بقية الحكاية. تلف الأيام ويمسك الخديوي توفيق الحكم بعد الخديوي إسماعيل، وفي عهد الخديوي توفيق تتحرق المستشفى بالكامل، والمستشفى ما بقاش فيها أي حاجة غير مبنى بدورين، فرمموا الدورين ودهنوها باللون الأصفر، ومن وقتها وبقى اسمها السرايا الصفراء. عرفتوا بقى السرايا الصفراء كان اسمها السرايا الصفراء ليه؟